مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم. رجعت لكم اليوم فيديو جديد. فيديو اليوم مو بس طبخ، صراحة بدي احكي بموضوع لعبة كثير خطيرة على اطفالنا. طبعا هاي اللعبة اسمها روبلكس. هاي الروبلكس بلعبوها الكبار والصغار، تمام؟ خليني بس احط زيت. بسم الله. بدي اعمل برغل. اللعبة هاي بلعبوها الصغار والكبار. طبعا هاي اللعبة قبل شهرين بنتي نزلتها على تليفونها على الايباد. بنتي كم عمرها؟ 5 سنين. 5 سنين داخلة بال6 سنين، لسه يعني ما طبقتهم. تمام. طبعا احنا بعطلة مدرسية. العطلة هاي طبعا ما بدي اخربطكم. طبعا بايام الدراسة ما كانت تمسك الايباد ابدا، كانت تمسكه شوي وتتركه، رغم انه في العاب والعاب ممكن انها تلهي اي طفل، بس ما كانت تمسكه اكثر من 2-3 باليوم. يعني كانت تتركه، مثلا ترك الايباد بتتركه. المهم بالعطلة هاي البنت، طبعا بالعطلة هاي نزلت هاي اللعبة. طبعا هاي اللعبة حرفيا ما بتخليها تنام. ثاني اشي لما تصحى من النوم، وانا ايبادي بدي العب. عند الاكل ماسك الايباد، عند النوم ماسك الايباد. لما نطلع تاخذ الايباد، ما كانت تاخذ الايباد معها لما نطلع. المهم تصرفاتها ما عجبتني نهائيا. يعني اللعبة هاي سرقت عقلها حرفيا. يا ربي اشوف شو بتعمل باللعبة. اللعبة فيها انه شخص متحرك وهيك. ما تابعت، يعني ما فهمت كيف شو المغزى من هاللعبة، يعني انه تفوت على غرف وهيك. طبعا شو انا عملت؟ حكيت ما في حل غير اني امسح اللعبة. طبعا اللعبة هاي ما بتدعم جهازها الايباد، لازم انا افتحها بجهازي او جهاز جوزي بالبيت، وادخل رمز الكود حتى افتح لها اياها على ايبادها. طبعا كانت تعيط وما تسكت وتزن وبدي اللعبة والشاحن. يعني خربت قاعدة الايباد 3 مرات. حرفيا خربت قاعدة الايباد 3 مرات ونظبط لها اياه. وابوها ما بيحب انه يزعلها ابدا. طبعا لما شفت الوضع زي هيك وتخرب شواحن ووصلات الشاحن تخرب وتضل تلعب حتى لو على الشاحن، طبعا انا مسحتها. طبعا لما مسحتها راحت شكت لابوها: بابا ماما مسحت اللعبة. ابوها بده ياني انزلها اياها. حكيت له ابدا مستحيل. طبعا وانحلت المشكلة والحمد لله. والبنت نسيت موضوع اللعبة، لانه انا فهمتها انه هاي اللعبة خلص خربت، بطلت تشتغل على الاجهزة ومن هالكلام. فيا ربات الاسرة، يا امهات، يا حلوات، اللعبة هاي خطيرة. يعني صراحة اخطر من الببجي. كيف ايام ما نزلت الببجي جديد كانوا اولادنا كل الدنيا كانت تلعبها، كل الدنيا كانت تلعب الببجي، كانوا مدمنين عليها. وكانت الناس تضل تشكي: عيون ابني مثلا ضعفت من الايباد، الدكتور يوصي ما تخلوه يمسك الايباد. الناس مش، يعني الدكاترة مش عارفين انه الاطفال لما تدمن على لعبة بضلوا يلعبوا فيها، ما بيتركوها. طبعا ما انتهى الموضوع على هيك. لاحظت عليها انها
انها مش ناسية اللعبة، مو ناسيتها طبعا، هي صار لها 3 ايام مو ناسي اللعبة، وبتفتح على فيديوهات على اليوتيوب فيها الناس اللي بيلعبوا الروبلكس. فأنا بوصيكم يا جماعة الخير إنه هاي اللعبة إذا كان طفلك كبير ممكن إنه عادي تحكي له خلص ماما لا تلعب، بس إذا كان طفل صغير صعب تحل الموضوع معه. طبعا أنا هون نزلت بصلة وفلفلة صفراء، حبيت أحط فيها لون. طبعا هاي الأكلة صراحة خفيفة علينا بالصيف. البرغل، أكل البرغل بدل الرز أخف من الرز صراحة، فأنا حبيت أعملهم أكلة برغل. خلينا نرجع لموضوع اللعبة. جماعة الخير، اللعبة هاي مؤذية جدا، لا تخلوا أطفالكم يلعبوها، نصيحة. اللعبة هاي إدمان، حرفيا إدمان. أنا لغاية الآن بنتي بتشوف فيديوهات إلها. وبس هيك، وحبيت أعطيكم رأيي بهذا الموضوع، حتى تحرصوا من هاي اللعبة وتنتبهوا على أولادكم. إن شاء الله ربنا يحفظهم ويبعد أي شر وأذى عنهم. وطبعا إحنا داخلين على مدارس، شايفة ابنك متعلق بلعبة فورا امسحيها من الجهاز، وما تخليه حتى يحاول يفتحها أو يلعب عليها، لأنه أحيانا الألعاب بتأذي عقول أطفالنا، فلازم ننتبه. وبس، وخلينا نكمل أكلتنا. طبعا هون نزلت فلفلة خضراء عليها، وشكرا لكل حدا بشوف فيديوهاتي وبحط لي لايك. شكرا شكرا من القلب، شكرا. واكتبوا لي بالكومنتات انتم من اي دولة بتتابعوني. الفلفلة بتقطعيها زي ما انت حابة، انا احيانا بقطعها حبات كبيرة. طبعا والله العظيم يا بنات انه بنتي على قد ما كانت هاي اللعبة مأثرة عليها عقليا، كانت شرسة كثير مع اخوها وما تحب تلعب، ما تلعب معاه. الحمد لله من يوم ما انا مسحت اللعبة البنت صارت تلعب مع اخوها زي اول، الحمد لله. حتى كمان صارت تترك الايباد وما تلعب فيه، لانه خلص بتاخد حاجتها منه وخلص، وبتمل وبتزهق وبتشوف لها اشي ثاني. يعني احنا هسا يعني قربت المدارس، وهي ما شاء الله عليها عندها هواية بالرسم، فحتى الرسم يعني ما كانت تحب انها ترسم. اللعبة غيرت تفكيرها كليا، فانا اوصيكم بانه تنتبهوا منها هاي اللعبة، ومن اي لعبة شايفة ابنك ادمن عليها امسحيها، ما تخليه يلعب فيها ابدا.
انتبهوا على أطفالكم. وغير هيك كمان انه شغلة انه يعني لما تعيط على شغلة بدها اياها غلط انه انا اعطيها اياها على طول، غلط. وغلط كمان اني احرمها انا من كل شيء، لا انا ما بحرمها من كل اشي، بس انا لما اشوف انه الموضوع كثير خطير فاجباري بدي امنعها عنه وبنفس الوقت اكافئها. يعني تجيبوا لهم حاجات حلوة. هذا صوت اولادي، عادي تعودوا على هذا الصوت. هسه رح انزل سنين تومة او سن واحد. هذا السن فيه 2 بحجم سن واحد. بسم الله. هيك شرائح، بدك تنعميه تهرسيه على كيفك. مو بس هاي الطريقة طبعا اللي تعملي فيها البرغل، في طرق ثانية تعمليها، بس لانه الجو كثير حامي صراحة فالواحد ما بده اشي يسخنه. هاي الأكلة خفيفة على المعدة وما بتعطش، ورح أعمل كمان جنبها سلطة ونحط مخللاتنا الحلوة. هسا رح أنزل الدجاج. حابة احط شوية زيت زيتون كمان. راح انزل صلصة، بسم الله، صلصة البندورة. دبس البندورة حامض. شو راح اعمل كمان؟ احط ورق غار، ورق غار، راح احط حب هيل، بسم الله. رشة زنجبيل وحبة لومي، حبة مسمار وزعفران، كركم، بسم الله. هاي بابريكا حلوة فبيجي لونها فاتح مو زي الحارة. الحارة بتيجي لونها غامق او المدخنة بيجي لونها غامق، فهاي بابريكا حلوة. شو كمان؟ ورشة فلفل اسود، ورشة قرفة. لو عندك عيدان القرفة اطيب كمان. وهيك طيب قرفة عيدان. انا احيانا بحط الفلفل الاسود حب،
بس عشان ولادي ما بحطه احيانا لما ما اعرف اشيله من الرز، لانه هذا مو رز، هذا برغل. شايفين الريحة بتشهي. شو بدي احط كمان؟ بدي احط معلقة سمنة. السمنة تعطيها طعم شهي. وكمون، ضروري كمون. بسم الله. وراح احط حبة ماجي كاملة. احط كامل حبتين. بسم الله. وهسا بنضيف المي. بسيبها تغلي. طبعا هون عندي كيلو برغل كامل، تمام، مفلى وجاهز. هسه رح انقعه وازل ميته. طبعا كيلو كمية كبيرة. الاكلة هاي رح اعملها ليومين. في كمان شغلة نسيت انا احطها، اللي هي بودرة البصل والثوم. هاي تعطيها طعم كثير زاكي، لا تنسوا. بصل باودر ورشة ثوم باودر، بس هيك، يعني معلقة. معلقة صغيرة. حبيت تكثري كثري، انا احيانا بحط بزيادة اذا ما كان كمان عندي بصل. هسا انا راح اتركها تستوي مع بعض. راح اتركها تستوي مع بعض ونكمل الفيديو مع بعض. خليكم معي. هون يا بنات الدجاج خلص جهز. هسا بدي اطلعه، بدي اطلعه حتى اقليه. تمام، بسم الله. اطلع القطع اللي بدها قلي. ممكن اقليهم كلهم. بسم الله. في لون الدجاج ما احلاه. شو هاي؟ تمام. هسه هون رح انزل البرغل. بسم الله. شايفين الحبة كيف تفتحت؟ بس انه تفتح الحبة. انا عاملة كيلو كامل برغل. طبعا كمية كبيرة البرغل، كيلو كامل يعني
تقريبا اكثر من الرز كميته بيكون. هاي المساكة بسم الله. بده زيادة، بدي اشوف ميته. طبعا ميته بتكون اقل من الرز حتى تطلع معك الحبة مفلفلة. كمية المي تمام. شايفين فيها مي، شايفينها هيها. هسه شو بدي اعمل؟ بدي املح لاني انا ما ملحت. احركهم وبس هيك. اول ما تغلي بوطي عليها وبتركها لحتى تستوي. هسه هون شو بدي اعمل؟ بدنا نحط صحن مخللات. طبعا هذا مخلل جاهز كثير زاكي. بسم الله. طبعا راح اشطف وشطف. اضيف خيار، هضيف فلفل مكسيكي. شو رأيكم بهذا الصحن؟ من الآخر باقي المخلل راح أضيفه بصحن بميته كمان، وراح أغلفه وأحطه بالثلاجة. كمية مو كثيرة، مش بحاجة لمرتبنات هيك. وراح أغطيهم بالسلفان واحطهم بالبراد بس هيك. وهسه رح اعمل سلطة خيار بلبن. جاي عبالي سلطة خيار بلبن، ثوم، نعناع، بتشهي جنب البرغل. بسم الله. خلص الكمية وارجع لكم. وهيك السلطة صارت جاهزة. بسم الله. نقلبها. حطيت كل شي عليها، نعناع وثومة مهروسة. على فكرة انا قبل هيك بفيديو عملت لكم اياها. ولبن رايب وحامض ليمون وملح. لما تحركيها كثير بتنعم معك، بصير شكلها مرتب. شايفين؟ ندوق. بسم الله. زاكية. راح احمص لوز بسمنة، وبس يجهز الرز منزينه في يجهز البرغل. لما يجهز البرغل بضيف اللوز، وبشوفكم بالنهاية. وهيك خلصنا أكلة البرغل. شايفين تحميرة الدجاج
اشي بشهي، مرتب على الآخر. شايفين؟ ما شاء الله.